السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا طريقة تحضير بلح الشام، كمان طريقة بسيطة وسهلة ونتيجة بنشوفها سوا بنهاية الفيديو إن شاء الله. رح نبدأ بالمقادير: 150 جرام طحين أو كاسة وثلث كبار، 260 جرام مي أو كاسة وثلث كبار، 40 جرام سمن نباتي أو ملعقة كبيرة، 30 جرام سميد زيرو أو ملعقتين كبار، بيضة عدد واحد، نص ملعقة فانيليا، نص ملعقة صغيرة ملح. راح نبدأ بخلط الطحين مع السميد ونضيف عليهم رشة الملح. نخلطهم، ما بنضيف عليهم من السوائل. راح نروح ندوب السمنة وشغلنا على الغاز اليوم. راح نبدأ بتدويب 40 جرام سمنة. بعد ما ذابت السمنة راح نضيف الكاسة وثلث المي. وأول ما نشوف المي بدها تغلي، قبل ما تغلي بدنا نضيف عليها الطحين والسميد. بعد ما وصلت معنا المي والسمن لهالمرحلة بدنا نضيف الطحين ونبدأ نحرك. استمر بتحريكهم بهالشكل. نحرص على انه يندمجوا تماما. هاي المرحلة بدها تنشغل بسرعة بهالشكل مشان نحصل على العجينة يلي بدنا اياها. بعد ما وصلت معنا العجينة لهالمرحلة بدنا ناخدها نعجنها على الرخام او على الطاولة. بعد ما شلنا العجينة عن الغاز تركناها شوي تبرد. بعد ما انتهينا من التعجينة وصارت بهالشكل نتركها لتبرد مشان نضيف عليها البيض والفانيليا. بعد ما بردت العجينة نضيف عليها البيضة، نضيف نكهة الفانيليا، نضيفها على العجينة ونبدأ نخلطها. بالبداية تحسوا إنه العجينة خربت، هي لا، استمروا بالتعجين لترجع تتماسك العجينة. بعد ما صارت العجينة جاهزة للتشكيل بدي أشكلها بهالقالب، قالب كريمة معدل عليه. هذا الراس عدد أسنانه 17. وقبل ما يحمى الزيت راح نبدأ نشكلهم بهالشكل، نقطعها باستخدام المقص. كمان فينا نستخدم الكيس، بس الراس نفسه مثل ما انكم شايفين ما يكون الزيت حامي. أول ما يبدأ يسخن الزيت نبدأ نقطعه. ونستمر بتقليبهم لحتى يستووا وياخذوا اللون يلي احنا بدنا اياه. وبعدها بنرفعهم على القطر. قوام القطر معروف: كاستين كبار سكر، كاستين كبار مي، وبنضيف عليهم شرحة ليمون. أنا ما اشتغلت كمية كاملة، هدول نص الكمية يلي عجنتها تقريبا. ليش؟ بعد ما تستوي بدي أشيلها على القطر، أرجع أستنى الزيت ليبرد شوي وأضيف الكمية يلي ضلت عندي.
وبعد ما صار معنا بها اللون نرفعه من الزيت على القطر مباشرة والقطر بارد، نتركه بالقطر لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق ونرفعه من القطر كمان. بعد ما تركنا الزيت ليبرد نشتغل الكمية يلا ضلت عنا، لأن ما فينا نشتغل بالزيت حامي نهائيا. وبعد شوي بنشوف النتيجة سوا إن شاء الله. مشان حجم القطعة فينا نختار أو نشكل الحجم يلي بدنا إياه. وهاي النتيجة مثل ما انكم شايفين من لون قوام. جربوها وراح تحصلوا على نفس النتيجة إن شاء الله. وإذا حصلتوا على نفس النتيجة يا ريت تشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.